السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بأفضل وأحسن الأحوال وفي أتم الصحة والعافية إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير وبألف صحة وسلامة يا رب العالمين، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فكما كتلاحظوا غنشارك معكم هذه الفطيرة اللي بدون ما نعجنوا ولا ندلكوا ولا نوقفوا بزاف، فكنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم وتدعموني بلايكات والاشتراك فضلا وليس أمرا، ونصليو على النبي صلى الله عليه وسلم ونقولوا بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي هنايا غادي نبدا بالحشوية الأولى باش تبرد ليا. كما شفتوا البصلة والقرعة وخيزو، يعني الكوسه والجزر والبصل وفلفلات ملونين وشويه ديال صدر الدجاج طحنته. دوزت كلشي في الهاشوار، درت العطريه، فلفله حمراء، البزار، سكينجبير، شويه ديال الكمون، الملحه، ودرت الزيت عندي مخلطه ما بين نباتيه وزيت الزيتون، وكنديرهم على النار. كنبقى نحرك هكا تنديرها النوب الاولى مجهده باش هكا داك الماء ديال داك الخضر كامله كينزل، وكتبقى هكا كتشحر ومن بعد عاد كنقص عليها باش يعني باش كتنشف على خاطرها. المهم كما شفتوا الخضيره والبصله وداكشي بدا كينزل. وبالنسبه لداك صدى الدجاج علاش دوزته في الهاشوار باش هكا تيجي لي داك الطريفات ديالو صغيورين ودغيا كيطيب لنا. المهم في هذه اللحظه هذه هي بدات يعني بدات كتقلى مزيان، فغادي نضيف لها واحد شويه راس معلقه ديال الهريسه باش كتعطي واحد البنه زوينه، وواحد المعلقه كبيره ديال الربيع مقطع. المهم غادي نطفي عليها وغادي نخليها تبرد وغادي ندوز باش نصاوب العجين. بالنسبه للعجين ديال هذه الفطيره درت هنا معلقه ديال الخميره حبيبات ومعلقه ديال العسل، ممكن نعوضوها بمعلقه ديال سكر سنيده، ودرت 300 مليلتر ديال الحليب ما يعادل 2 كيسان ديال العنبه. درت مليحه وخلطت، وغادي نغطي داك المزيج نخليه واحد 5 دقائق يتفاعل. كناخذ سباتولا باش غادي نخدم هاد الفطيره. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت نباتيه والبيض ديال البيضه والصفر حتى في الطبيخ حتى التالي. كنخلط مزيان بواسطه هذيك السباتولا. من بعد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نضيف شويه بشويه، ما غنضيفوش دفعه كامله. غادي ندير 2 كيسان في الاول. دائما نغربلو الدقيق ديالنا. صافي غادي نخلط بواسطه هذيك السباتولا، يعني ما غاديش نديرو يدينا نهائيا في هذه العجينه. كنخلط داك 2 كيسان ديال الدقيق. من بعد غادي نضيف 2 كيسان اخرين وغادي نخلط العجين حتى كيتمزج. هي بالنسبه لهذا القياس ديال 300 مليلتر كندير دائما 5 الكيسان، ولكن دابا ما بغيتش نضيف في دقه واحده على حسب الدقيق كيبقى يختلف بعض المرات. المهم خلطتهم كما شفتوا 4 الكيسان. من بعد غادي نجيب الكاس الخامس وغادي نضيف النصف ديالو، غنغربلو وغادي نشوف واش ممكن نكملو او ما المهم هذاك الشيء علاش قلت لكم ما كنضيفوش الدقيق في دفعه واحده. المهم غادي نخلط. من بعد لقيت انني غادي نزيد داك النصف الاخر، يعني 5 الكيسان ديال الدقيق ما يعادل 500 غرام. غادي نخلط ديك السباتولا باش كيدخل داك الدقيق مزيان في داك مع داك المكونات كلشي كيتمزج مزيان. كنحصلوا على هذا العجين بحال هكا اللي رخو. صافي هنا غادي نحيد ديك السباتولا، غنجيب واحد شويه ديال الزيت، غادي نجمع بيديا دوك الاطراف او دوك الجنيبات ديال داك البول من العجينه. صافي وكنحاول انني ندهن هذيك العجينه كامله بالزيت. غادي ندير لها البلاستيك الغذائي ونغطيها ونخليها 45 دقيقه. صافي هنا دازت 45 دقيقه. غادي نوريكم القوام ديال هذه العجينه من بعد ما كتختمر. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتولي مطلوقه، يعني تدلك راسها براسها. صافي هنا غادي نجمعها وغادي ندير واحد شويه ديال الدقيق على سطح العمل، وغادي نخوي داك العجينه من البول وكنحاول نجمعها وراها رطبه بزاف يعني كتلتصق شيئا ما. صافي كنستعن بشويه ديال الدقيق وغادي نقسمها على 2. كنحاول انني ندير القسمات التحتانيه تكون شويه اللي غادي تكون في
القاعده تكون شويه كبيبره على الاخرى، غير شي شويه. المهم كنجمعها، ودائما تنستعن بواحد شويش ديال الدقيق، يعني ما كنحاول انني ما نديرش الدقيق بزاف. هنا غنخلي هاد الكره على جنب، والكره الاخرى اللي غادي تكون هي القاعده اللي شويه كبيره عليها غادي نطلقها بواسطه الدلاك. وكنستعن يعني درت شويه ديال الدقيق من التحت باش ما تلصقليش، وغادي نلويها بهذه الطريقه. وراني جبت المقله ودهنتها بالزبده، ممكن دهنوها بشويه ديال الزيت، المهم زيت ولا زبده اللي كان، وراه ما كتلصقش لينا ملي كطيب. صافي كنحاول انني نثبتها مزيان، وكنزيد نضغط عليها في الوسط، ودوك الجنيبات كنخليهم طالعين شويه باش هكا غادي ندير الحشو. بالنسبه للحشوه كتكون يعني بردات لنا مزيان، كنوزعها على ديك العجين. هنا خديت داك النصف الاخر كما شفتوا وطلقته بنفس الطريقه، وغادي نجيبها ونطلق ونديرها من الوجه. هنايا ممكن ديروا الفرماج من الداخل ديالها الا بغيتوا، انا ما درتش الفرماج من الداخل، كنت نسيته، ولكن وليت زينت به في الوجه ديالها. صافي بديت كنجمع لها الاطراف. هانتوما شوفوا كيفاش كندير، كندخل داك الاطراف التحاته للداخل وكنلوي عليها داك الفوقاني، يعني كنلمطها عليها وكنديرها من التحت باش هكا كتجي مجموعه من الجناب ديالها، ما كتخرج لنا لا حوش ولا حتى شي حاجه. صافي هنا كنضغط عليها. هنا خديت هاد الزليفه غادي ندير واحد غادي نحاول انني نضغط عليها في الوسط باش ندير واحد التزيين هكا، وكنولي نقاد بصبعاني غير بالاصابع ديالي. شوفوا كيفاش كندير، يعني راه ممكن ديروا بالسكين، انا درت غير بالاصابع. هنا خديت داك الصفار د البيضه وزدت له شويه ديال الحليب باش ما كتبقى ليناش ديك الزفوريه ديال البيض. ممكن نديروا الخل، فكان ندير لها الوجه ديالها. هنا بالنسبه اللي بغى يدير لها السمسم او البافو او اي حاجه في الوجه ديالها. بالنسبه راه الفران راني شعلته باش غادي يسخن، خديت الزيتون مقطع دوائر اسود وبقيت كندير هاد الزين هذا كيعطي واحد المنظر زويون. من بعد غادي ندخلها للفران وغادي طيب من التحت، من بعد غادي نشعلها من الفوق باش غتحمر، وكتخرج الفطيره ديالنا على هذا الشكل. كما قلت لكم غنزينها بالفرماج في الوجه ديالها لانني نسيته، وغادي ندير واحد شويه ديال الزعتر غنحكو من الفوق، وغادي ندخلها غير يذوب الفرماج ونولي نخرجها من الفران. هنا من بعد ما طابت يعني داب داك الفرماج، هنا غنديمو ليها. نتوما شوفوا كنوريكم بان ما لاصقاش. غادي نحاول انني نحيدها من داك المقله ونوضعها على سطح العمل. غادي نقطع باش نوريكم يعني القوام ديال هاد الفطيره كيفاش كتجي رطبه وقطنيه ما شاء الله يعني، وكتجي زوينه، والمذاق د الحشوه كيجي زويون، كتجي بنينه. وبالنسبه للعجينه ما كتجيناش مدقصه، يعني ما تخافوش. فكنتمنى انكم تجربوها، وراه كتجي يعني صراحه ما تشبعوش منها. وشكرا لكم بزاف على المشاركه وعلى المشاهده، وما تنسونيش من لايك فقط للتشجيع. وهنا غنقول لكم السلام عليكم، دمتم في رعايه الله وحفظه.